السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن محمد، طالب في كلية الحاسبات والمعلومات، الفرقة الرابعة، قسم نظم المعلومات، دوت نت ديفلوبر اند انستراكتور. ده الاكونت بتاعي بتاع الفيسبوك، وده الايميل بتاعي، وده الجروب بتاعي على الفيسبوك، وده الاكونت بتاعي على لينكد ان، وده الموبايل بتاعي، وده اسم القناة على اليوتيوب اسمها بروجرامينج كوميونيتي. لو اي حد عنده اي استفسار عن اي حاجة يقدر يتواصل معايا سواء بالايميل او الفيسبوك او اللينكد ان او الموبايل. طيب ان شاء الله هكون متواجد معاكم في كورس باسم C Sharp Image Processing، والكورس ده هنتكلم فيه عن معالجة الصور باستخدام لغة C Sharp. ده محتوى الكورس بتاعنا. محتوى الكورس هنتكلم عن هنتكلم عن الايمج كونفرتر، وهنتكلم عن الريسايز ايمج، وهنتكلم عن كروبنج ايمج، وهنتكلم عن روتيتنج اند فليبنج ايمج، وهنتكلم عن الكالر فلتر، وهنتكلم عن الجاما فلتر، وهنتكلم عن برايتنس، وهنتكلم عن الكونتراست، وهنتكلم عن جري سكال، وهنتكلم على invert color، وهنتكلم عن inserting text and any other images and shapes. طب الايمج، الصورة بتاعتي عبارة عن الصورة بتاعتي عبارة عن مجموعة من البكسل زي ما احنا شايفين كده. هي عبارة عن مجموعة من البكسل. طب كل بكسل من ده بيكون لون، يعني البكسل ده بيكون لون. يعني شايف انت الصورة بتاع الباك جراوند دي عبارة عن مجموعة من الألوان مش لون واحد. طيب كل بكسل بقى من ده لون، اللون ده بيتكون من تلات ألوان. طيب اللي هو الريد والجرين والبلو، اللي هو البكسل بيتكون اللي هو RGB اللي هي ريد وجرين وبلو. طب كل لون من دول، يعني الريد بيكون واخد قيمة من 0 ل255، والجرين بيكون واخد قيمة من 0 ل255، والبلو بيكون واخد قيمة 255. وبدمج اللي هما التلات ألوان دول مع بعض بيطلع لي لون، وليكن اللون الأبيض أو اللون الأزرق. طيب قيمة اللون الأزرق هنا هتكون 0 255، ده كده قيمة اللون الأزرق. طب قيمة اللون الأخضر 255 0. طب الأحمر 255 0. لو غيرت بقى في القيم دي بيطلع لي ألوان تانية. طب جميل. طبعا ده اتكلمنا عن الكورس كونتنت. طب نوضح بقى. طب الايمج كونفرتر ده، ان انا هعمل تحويل ما بين الصور بتاعتي. انا مثلا عندي صورة بامتداد PNG، وانا مثلا عاوز احولها لGPG. هنعرف ازاي نحول من PNG لGPG. في احيانا بعض المواقع بتشترط عليك ان انت مثلا ترفع صورة معينة، يعني صورة مثلا بامتداد معين، او انت مثلا لو انت حابب تعمل موقع وياخد مثلا، يعني بتسجل مثلا صور بامتداد اللي هو PNG. طبعا مثلا كل يوزر بيرفع صور، يعني مثلا انا يوزر بستخدم الموقع بتاعك برفع صورة مثلا بامتداد GPG، وانت محتاج الصورة بامتداد PNG. وانت تقدر تعمل اللي هي الفانكشن دي عندك انت في الويب سايت بتاعك، واليوزر بيرفع الصورة انت تحولها لPNG. جميل كده. وكذلك برضه لو انت مثلا محتاج الصورة بامتداد GIF تقدر انت تحولها بامتداد GIF. انا عارف ازاي اننا هنحول الصورة دي من PNG لGPG او من GPG لPNG ان شاء الله خلال الكورس. طب ريسايز ايمج ده ان انا مثلا عندي صورة وليكن 150 في 150، وانا محتاجها مثلا 300 في 300. فازاي هعمل اكبر الصورة بتاعتي؟ او العكس، عندي صورة 300 في 300 وانا محتاجها 150 بكسل في 150 بكسل. فاما اعمل ريسايز ان اما اكبر الصورة او اقلل الصورة. وكذلك برضو في بعض المواقع بتحتاج ان انت تعمل ريسايز للصور بتاعتك. يعني مثلا يقول لك انا محتاج صورة بامتداد محتاج صورة 150 في 150. تقدر انت تعمل ده ان هو اليوزر يرفع اي صورة وانت تحول الصورة دي للاكستنشن، او انت تعمل السايز اللي انت محتاجه. واضح كده؟ يعني هنا لو انت مثلا برضو مثال تاني، انت مثلا عامل موقع ومثلا ده بتخزن صور للعملاء، تقدر انت تاخد الصورة وتقلل حجمها. يعني تاخد الصورة مثلا العميل مثلا رفع صورة 300، فانت تقلل اللي هو حجم الصورة ده عشان يوفر معاك مساحة. زي ما بيحصل بالظبط في الفيسبوك. يعني الفيسبوك لما بترفع الصورة بتاعتك 2 ميجا هو بيضغطها بيقلل حجمها. هو مش ان هو يقلل حجمها ان هو يقلل الويدث والهايت بتاع البيكتشر بوكس اللي هي بتتعرض فيه، لا، ان انا اقلل الويدث
والهايت بتاع الصورة نفسهم مش البيكتشر بوكس. وازاي هنعرف ان شاء الله اننا نعمل ده باستخدام الكود. طيب تالت حاجة معانا وهي الكروبنج ايمج. يعني مثلا انا عندي صورة بالشكل ده وعاوز مثلا جزء معين وليكن اللي هو الجزء ده، هنعرف ازاي ان انا بقى نقص الجزء ده من الصورة. طب الروتيتنج اند فليبنج ايمج، مثلا عندي الصورة بالشكل ده، دي مثلا دي الصورة الاوريجينال او دي الصورة الطبيعية بتاعتنا، ومثلا انا هعمل الصورة روتيت، يعني هقلب الصورة بدل ما شكلها كده، بدل مثلا ما وش اللي هو الدوج ده كده هيبقى الاتجاه التاني. طيب الكالر فلتر، الكالر فلتر ده ان انا مثلا بعمل تأثير للون على الصورة. يعني مثلا لو جيت تبص للصورة الاوريجينال هنا هتلاقي فيها اكتر من لون، لو جيت تبص لها هنا هتلاقي اللون الازرق مال الصورة، او هو يعني اللي عامل افكت على الصورة قوي، هو اللي واضح قوي في الصورة. فنعرف ازاي ان نعمل تأثير الالوان ده على الصور. وكذلك برضو ده اللون الاخضر، وكذلك هنا اللون الاحمر. طب الجاما فلتر، الجاما فلتر ده ان هو بيتحكم في السطوع بتاع الصورة، يعني بيتحكم في درجة السطوع بتاع الصورة، ومش بيتحكم في درجة السطوع بس، كمان بيغير نسبة اللون الأحمر والأخضر والأزرق، يعني بيغير نسب. زي ما أنت شايف كده الصورة بقت بقى شكلها عامل إزاي، يعني بقى فيها درجة سطوع عالية، وكمان الألوان نسبها متغيرة بالنسبة للصورة الأوريجينال دي. طب البرايتنس ده اللي هو السطوع، يعني بعمل سطوع للصورة بتاعتي. جميل كده. طيب الكونتراست، الكونتراست ده يعني الكونتراست ده يا اما بزود او بقلل، هو الترجمه بتاعته اللي هو تباين. يعني ايه تباين؟ ان انا بزود او بقلل الاختلاف ما بين البكسل. يعني لو جيت تبص كده الالوان بالنسبه هنا للصوره دي والصوره دي، هتلاقي كده اللون الاخضر ده واضح قوي. لو جيت تبص هنا كده هو مش ظاهر، وهنا عمل له تباين، زود قيمه اللون او قيمه البكسل ده. جميل كده. طب الجريسكال هو ان انا بحول الصوره للونين بس، ابيض واسود بس مايلين قوي لدرجه الرمادي بالشكل ده. طب الانفيرت كلر، الانفيرت كلر ده انا عندي الصوره بالشكل ده، بجيب بقى عكس الالوان دي. يعني انا مثلا عندي اللون ده وليكن ابيض، فبجيب اللي هو اللون المضاد بتاعه اللي هو الاسمر. لو جيت تبص بالشكل ده، طب ده بقى يعني بيكون عن طريق يعني انا بشوف هنا قيمه كل بكسل وبجيب المكمل بتاعها. يعني مثلا لو قيمة الأحمر، احنا قلنا إن درجة الأحمر من 0 ل 255، لو كانت مثلا 50 فالباقي كام؟ 205. ولكن مثلا الأزرق 100 فالباقي كام؟ 155، وهكذا. وبرجع أكون اللون ده اللي هو بيكون اسمه عكس الألوان. لا بعكس اللون حتى من اسمه invert. طب inserting text and then other image and shapes، اللي هو ان انا ازاي اضيف تكست على الصوره بتاعتي. انا مثلا عندي صوره بالشكل ده، عاوز مثلا اضيف عليها اسم، اضيف عليها تاريخ بالشكل ده. هنتعلم ان شاء الله ازاي اننا نضيف تكست على الصوره. انا عاوز اضيف صوره تانية، صوره صغيره كده مثلا على الصوره بالشكل ده. عندي صوره كبيره وعاوز كمان صوره هنا صغيره، او اي صوره تانية مش شرط يعني نفس الصوره بتاعتي. او عاوز اضيف شيء معين وليكن ريكتانجل، مستطيل، مربع، دايره الى اخره. طيب دي كانت مقدمة عن الكورس، اتكلمنا عن محتوى الكورس. يعني لو رجعنا تاني كده، اتكلمنا عن ده محتوى الكورس. أول حاجة نتكلم عن ايمج كونفرتر، هو ازاي إن أنا أحول الامتداد، إن أنا أحول الصورة من جي بي جي لبي إن جي إلى آخره. وتاني حاجة نتكلم عن ريسايز ايمج، إن أنا ازاي أقلل حجم الصورة أو ازاي أكبره. واتكلمنا إن أنا ازاي هنعمل كروبنج ايمج، إن أنا أقص جزء معين من الصورة. وقلنا ان انا ازاي هنعمل روتيت لصوره، ان انا الف صوره او كده او اقلب صوره. وكمان انا ازاي اعمل تاثير اللي هو كولر فلتر، اعمل تاثير للون واحد على الصوره، يعني اخلي الصوره واخده التاثير بتاعها كله او اللون اللي ظاهر فيها لون واحد او لون معين.
واتكلمنا عن اللي هو هنتكلم عن اللي هو الجاما فلتر، وهنتكلم برضه عن البرايتنس فلتر وعن الكونتراست وعن الجري سكاي انا ازاي احول الصوره ابيض واسود، وهنتكلم عن الانفيرت كلر، وهنتكلم برضه ازاي ان انا اضيف تكست على الصوره او اضيف صوره على الصوره او اضيف شكل معين على الصوره. واتكلمنا قبل ده برضه عن ايه هي الصوره بتاعتي بتتكون من ايه، وان الصوره بتتكون من مجموعه من البكسل، ويا ريت نركز في دي كويس أوي ويعني نعرفها بشكل كبير، لان هنتعامل مع البكسل ده في كل درس هنتعامل مع البكسل. معانا اول درس بس اللي هو الايمج كونفرتر. قلنا ان الصوره بتاعته بتتكون من مجموعه من البكسل، كل بكسل ده بيتكون من ار جي بي. الار جي بي ده اللي هو الريد والجرين والبلو، يعني البكسل ده عباره عن لون. اي لون في الدنيا بيتكون من 3 الوان اللي هو الار جي بي، الريد والجرين والبلو. كل لون واخد القيمه من 0 ل 255. ده هيكون اسم الكورس بتاعنا سي شارب ايمج بروسيسنج. يا رب تكونوا استفدتم، وان شاء الله تستفادوا من الدورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.